ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جاي النهاردة اتكلم شوية عن ماتش الزمالك والداخلية. هندردش كده بشكل لطيف كده، من غير نرفزة من غير عصبية. هنسأل شوية أسئلة ويتمنى حد يرد عليا فيها يعني عامة. طيب خلينا الأول بس نبارك لطايرة سيدات نادي الزمالك النهاردة فوز بأفريقيا. فأحب أقول لهم ألف مبروك ومن نجاح لنجاح، ويا رب إن شاء الله كده في القادم أفضل. وهارد لك لطايرة سلة نادي الزمالك النهاردة، لأن كان في استهتار. مش كانش النهاردة، كان امبارح. كان في استهتار، وكان في رعونة مع الفرقة اللي قدامك. وده دايما الزمالك بيقع فيه لما تكون الفرقة اللي قدامك ضعيفة، أو مش من المتوقع إن هي اللي هيبقى السبوت عليها عامة قدامك. فالزمالك بتاعه أنت بعد ما كنت كسبان شوطين، رجعت معاك 2-1 2-2 3-2. والزمالك برضو كان فضل متهاوي، مع إنه كان متوقع إنه يكسب في أي وقت. فارد لك ان شاء الله الفترة الجاية يتعلموا ويبقى عندنا النقطة دي بقى، الفكر ده يختفي من عندنا شوية. طيب نخش بقى على أهم حاجة في الماتش كله. نبدأ بقى على ماتش الزمالك بشكل عام. ماتش الزمالك النهاردة مش هتكلم فيه كورة خالص، لأن ما كانش فيه كورة بمعنى الكورة. هو كان الزمالك خطورته كلها بالنسبة لي بدون أي شك من عند مصطفى شلبي، وشوية بسيطة برضو من عند نضاي. اما غير كده ما كانش فيه الزمالك اصلا. طبعا شيكابالا لما كان موجود برده كان فارق شويه في الباص بتاعه، في انه بيروح بيزود عدد. هو اصلا اللي صنع يعتبر الجون اللي جابه الزمالك. طيب بشكل عام بقى كده عامه. طيب لعيبه الزمالك بقى بشكل عام، ايه بقى رايك فيها يا عم حازم؟ والله يا جماعه يعني خط الدفاع ده محتاج يتفجر. ما ينفعش ان هو يكون موجود بالشكل ده، بالمنظر ده، بالتكتيك ده. ما ينفعش الخطه اللي هو عايز يعملها. انا ما بقولش ان الراجل وحش خالص، الراجل صح وجاي بفكر عالي قوي، بس الكواليتي اللي معاه ده صعب قوي يا جماعه. تقال قوي في الباص، بيطلعوا بالعافيه. هو واخد مني يعني، واخدين السيستم مش هتحرك من ورا. والله لو في صواريخ بقى بتتضرب بره، لا انا هلعب في الحته دي، في المربع بتاعي ده انا مش هتحرك منه. مفيش فكره خالص، ما عندهمش اللعيبه نفسها ان انا لازم اجري، لازم اخد الخطوه، اطلع انا، طب ازيد انا المره دي، طب انا هلعب الكره هنا واطلع انا اخدها استلمها من ناحيه تانيه، افتح له زاويه تمرير. طب بلاش كل ده، انا هطلع دلوقتي هلعب الكره في الوقت الحالي. عندي مثلا يعني في كوره جت رؤى باين قوي انه فاضي في نص الملعب، وكان قدامه مش عارف اعتقد زيزو ولا مين، هو صمم يلعبها برده لزيزو، مع ان رؤى قدامك فاضي في نص الملعب. عنده فكره الرؤيه احسن اوضح. مفيش. الجزء اللي ورا طبعا الاستاذ، طبعا انا بستثني منهم المسلوسي، يعني عشان انا بتكلم على الاثنين اللي معانا، ان احنا بنلعب بتلاتة 2-4-1. او 3-4-3 يعني بشكل ايا كان يعني. المهم، طيب بالنسبه بقى للاثنين التانيين، حسام عبد المجيد بطيء جدا يا جماعه، واي فروت سريع هيلعب عليه، هيلعب عليه من فوق وهيلعب عليه من تحت وهيلعب عليه من كل حته. السبرنتات اي لعيب سريع هيعديه، ده اللعيبه البطيئه اصلا بتعديه. هو حاتم سكر تقيل قوي يا جماعه، وبيستلم غلط، ووقفته اصلا في الملعب غلط. فالموضوع صعب قوي يا جماعه في التكتيك بتاع ديفنس نادي الزمالك. الزمالك كل اللي بيعمله ان هو بيمرر، واحنا حكيناها قبل كده، بيمرر ما بين التلاته، وعايز هو دايما يطلع بالكوره، وده حلو، بس مع دول صعب. عايز تطلع بالكوره، طلعت بالكوره تمام، بينزل واحد من بتوع نص الملعب بيستلم، وكان بيبقى نسبه كبيره دونجا بيبدا يسلم بقى اللي بينزل له، يا اما بقى واحد بقى من الخمسه او السته اللي بره اللي قدام قصدي بينزل يستلم. وكان اوقات برضو بينزل الجزيري بيعملها. فحلو الفكره، مش وحشه انك دايما بتخلق بدل نقطة، بتخلق مثلا بدل يعني عندك باصة، بيخلق باصة واتنين وتلاتة للعيب اللي بيبقى معاه الكورة. حلو جدا، مفيش أي مشكلة. الفكرة بقى هنا بقى يا جماعة، فينش اللعيبة، أنانية اللعيبة، الجزء القداماني. الزمالك النهارده كان ممكن يطلع بفرق مثلا 3-4 مرتاح جدا. فرقة والله العظيم يا جماعة مسلمة، مسلمة نمر، مسلمة كورة. معلش مع مركز شباب الحطابة فعلا كان هيروح يلعب أحسن منهم. لو الناس لا مؤاخذة لعيبة بتجيب جله وجايه بيها، والله العظيم برضو كانت هتلعب احسن منهم. مع احترامي للفرقه طبعا، والله انا ما بتكلمش على فرقه الداخليه انها بحاجه، بس فرقه ده ضعيفه، فرقه ضعيفه جدا. ما في عندهاش كوره، ما عندهاش حاجه، ولا حتى من الجزء القداماني عندهم حد عنده حاجه. الزمالك هو اللي وحش، وحش جدا. المفروض لعيبه زي دي، انا يعني انا بقول هو انا لو ما انا بقول لك، انا لو الاهلي النهارده مكاني وجه في الجون ده في الدقيقه 83، والله العظيم الاهلي ده كان زمانه زانقهم في ورا في ال 18، وهاتك بقى يمين وشمال ومشوط من النص واختراعات من العمق وكل حاجه، كان زمان جاب 15 جون في الثمان دقايق. لكن انا شفت الزمالك بعد ما جه في الجون
روتيني الباكات طبعا بسم الله ما شاء الله كسبانين 16-0. استاذ حاتم سكر بيتكلم مع اللعيب اللي قدام، مش فاكر كان بيكلم مين، فقشطه الدنيا تمام، ما عندوش اي مشكله يا باشا، حلو، احنا الدنيا حلوه، احنا كسبانين 15-20 الف صفر، مفيش اي مشكله. الاستاذ الباك التاني حسام عبد المجيد ولا في الشلاحات يا باشا، دي مسافره، دي هناك في الملايين وفي الفلوس وفي الدنيا وفي الحياه، في الجواز، في الكلام ده كله، ما عندوش هو اوبشن ان انا النهارده دلوقتي انا يا جماعه متعادل، يا جماعه انا احسه بالناس اللي بتبقى قاعده بره. انا كواحد انا ببقى بحس ان انا عايز انزل، يعني مثلا لعيب اللي قدامي ده انا عايز انزل لما بيبقى ماسك الكوره في ايده وانا متعادل، عايز انزل اديله خبطتين في صدره، اخد منه الكوره احطها على الارض العب كوره، اضغطه اخوفه مني. لكن انا لعيبه طريه قوي، هدوء زياده عن اللزوم. باخد فلوس بقى خلاص قشطه. استاذ سامسون يا جدعان الدنيا حلوه، احنا فين؟ احنا مش موجودين على الكوكب. اللي حسيت عنده شويه حرقه، بيجري بيعمل اي حاجه، الاستاذ مصطفى شلبي بس يعني ونداي يا عيني بيحاول معاه. طبعا انا بستثني المستوسي من قلت لكم من النقطه، يعني من اي حاجه هتكلم فيها في الجزء البكاتي او حتى قدام. يمكن دول الثلاثه لعيبه اللي بستثنيهم النهارده. حتى زيزو النهارده، مش من النهارده والله، من الماتش اللي فات هو سيء. هتقول ان هو مغير مركزه وبيلعبوا مركز يعتبر 10 وبيرجع يزيد مع نص الملعب وبيقفل معاهم، انا ما عنديش مشكله في كل الكلام ده، بس انا في حاجه اسمها هي مش ماشيه معايا العب السهله. تمام، مصمم ان هو يشوط في كل كوره، مصمم ان هو يباصي متاخر، مصمم حتى الكوره بعد ما ضيع ضربه الجزاء، في كوره جات له على ال 18 ارفع، لا هو عايز يشوطها على الجون فبيركنها ببطن رجله. ف يعني غريب. حتى الكوره انا يا جدعان الكوره مش ماشيه معايا، مش هلعب ضربه الجزاء، هدي لحد الدنيا معاه ماشيه شويه عني، المفروض انا من نفسي من غير ما المدرب يتكلم معايا، حتى لو انا رقم واحد في ان انا العب ضربات الجزاء. طب الدنيا ما مشيتش معايا، تمام، المفروض بقى ايه؟ انا حتى خلاص انا اللي هلعبها وكل حاجه، خلاص انا هحطها في النص وهو حطها في النص، اللي يحطها بقى في النص يحطها عاليه، يعني كده كده الجون هيترمي يا يمين يا شمال، انت ضمنته عايز تحطها في النص. طب انا هلعبها في النص، في النص العبها عادي بقى يعني متزنه، ما العبهاش بقى بعاليه في سقف الجون، عايز العبها يا دوب تحك في سوكه العارضه كده وتروح داخله. ما فيش كده يا جماعه، ما فيش. الفكر مش موجود، انانيه غير طبيعيه عند زيزو، لازم برضو الكلام. هو زيزو من ساعه ما دخل دماغه مع السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي في الرد والكلام ده، هو اللي خرج نفسه من التركيز. هو يقول لك انا ما بخرجش وما بركزش، لا انت واضح انك مركز بره الملعب، انت مركز مين هيقول عليك ايه، انا جبت جون ولا لا، انا عايز ابقى هداف. ما اللي عايز يبقى هداف ويركز في الملعب، ما يركزش بره الملعب، ما يركزش بقى مين قال عليا ايه، ولا الجمهور هيتكلم عليا بكره هيقول ايه، طب انا ما جبتش، طب انا ما عملتش، طب انا ما سويتش. لا ركز بقى في الملعب. التركيز يا جماعه مش ممكن. كميه النهارده اخطاء من عند زيزو غير طبيعي، في كوره في الاخر برضو بياخدها عايز ياخدها لنفسه، مصمم يعني ضاي قاوح فيها لحد ما راحت له ولا نيمار ولعبها له. فخدتها المفروض بقى الف والعب معايا الناحيه التانيه اتنين واقفين، مصطفى وحد تاني بس مش فاكر مين، برضه راح واخدها كابس الكوره وكاتمها وراح جاري بيها، الكوره شلحت منه بعيد قوي راحت للجون. هو مش مركز اصلا في الملعب، مش مركز في الكوره، مش مركز ان هو انا عايز العب كوره، عايز افيد الفرقه، بيفيد نفسه بشكل عام وبشكل خاص، هو بيفيد نفسه. طبيعي ان انا متاخر، انا 1-0 بالنسبه لي دي انا متاخر، انا الفرقه اللي قدامي ادتني هديه النهارده، كنت الفرق بيني وبينها نقطتين وبيني وبين التانية 3 نقط، خليت برضه نفس الفرق 4، وهو هيجي يلعب وده هيجي يلعب، مش هيسيبك مش هيحلك. ليه دايما انت بتسيب نفسك لاخر السباق؟ ما كده كده الاهلي بعيد عنا كلنا، هو لسه الاولاني ولسه فاضل له 6 ماتشات فرق عن الفرق التانية، فكده كده هو بعيد، هيكسب ال 18 بونت اللي عنده هيعدي. انت بقى ليه؟ وكمان هيزيد له ماتش بتاع الزمالك اللي اتأجل، انت ليه بتعمل كده كزمالك؟ ليه؟ وليه الروتين اللي عندك؟ وبرضه انا في حته بقى دي مش فاهمها، عندي عليها علامه استفهام كبيره جدا. انت كاسوريو النهارده بتغير، طب ما تسيب المسلوسي، ما الراجل ماشي ورا حلو، بتنزل محمد طارق اللي بقاله قد كده ما بيلعبش، ورحت برضه نزلت المسلوسي في نص الملعب، مش فاهمها دي. طب شيل المسلوسي، حط سيف، حط الراجل ولد الصغير اللي موجود بره على الدكه مش فاكر اسمه، العب بحد بيلعب كوره في نص الملعب ما دام خرجت رؤى كده كده. فمش فاهمها، مش فاهم ايه دي عندي ملهاش منطق ان انت تسحب المسؤول تحط نص ملعب وهو ما بيلعبهاش اصلا، ولعبت الماتش بتاع بروكسي وكانت خرابه، ورحت نزلت محمد طارق. فمحمد طارق على إيه سكر على التالت بقت شوارع ورا يا جماعه، لا. دي كان حد لازم من الجهاز الفني المصري اللي معاه، من الجهاز المصري اللي معاه حد يتكلم معاه.
يقول له دي ما تنفعش الفكره دي، حتى لو هو عايز يصممها في حاجات كده ما ينفعش. مش معقول يا جماعه ده، يعني بجد الموضوع صعب قوي. فكر اللعيبه كمان تقيل قوي، تقيل قوي قوي قوي. اللعيبه بتلعب ميس باص غلط بكتير. بصوا انا مش باجي على المدرب، هي ممكن الغلطه بتاعت المدرب هي فكره التغيير اللي انا مش فاهمها دي، لكن اللعيبه كمان فين؟ اللعيبه فين؟ اللعيبه في توهان، اللعيبه فلوس، بس فلوس عايز اخدها، الدنيا تمام، ما عنديش مشكله يا جماعه، تالت رابع خامس اول تاني مش مهم، المهم اهم حاجه عندي الدنيا تمام وانا باخد فلوسي وزي الفل وصباح الفل، والزمالك بقى يولع على جمهوره وعلى دنيته، ما عنديش مشكله. فبجد الموضوع صعب، يعني مش لاقي حد، يعني لازم ما يبقى في وقفه يا جماعه مع اللعيبه في الموضوع ده. بالمنظر ده انت مش هتاخد، حتى مش هتاخد رابع. النهارده الاتحاد بيديك مكافأة وبيخسر من المصري 2-1، تروح انت بقى الله لا انا ازاي اسيب الاتحاد وافرق عنه مثلا ب3 بونت زياده عشان حتى لو انا كسعمت في ماتش يبقى عندي ماتش؟ لا ما ينفعش، لازم اقع للاتحاد. لك الله يا زمالك بجد، من لعيبتك، من لعيبتك. يا رب اللعيبه تراجع نفسها. انا هقعد كل ماتش اقول اللعيبه تراجع نفسها، حتى الماتش اللي فات كسبنا وكل حاجه، وراجل انا ما بقولش راجل وحش، راجل بيلعب كوره حلوه، ولسه اول كلمه قلتها وهفضل اقولها، الراجل بيلعب كوره حلوه، بس لازم يركز عارف الكواليتي اللي عنده ضعيف، بس يركز شويه، يركز شويه في الناس اللي بينزلها وهينزلها فين، ما تفتيش في المراكز بتاعتهم. الراجل كان شايل ورا مع الاثنين التانيين، صبحي برضو شال كتير النهارده، هي غلطه من صبحي مع عم حسام. شكرا يا جماعه، اشوفكم على خير، وما تنسوش تعملوا لايك فولو سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، تفعلوا الجرس. سلام.